لو تايه في مجالات كتير ومش عارف تتخصص في ايه، يبقى التسويق هو افضل حل ليك. اسمع الحلقة للآخر وهتعرف ليه. يا مساء الخير على كل حد بيسمعني، معاكم هند مراد، وانتوا بتسمعوا بودكاست خطوة وأخطر. خليني كده أسألكم سؤال صريح. لو حد قالك دلوقتي اختار مجال تشتغل فيه يكون فيه مستقبل، تقدر تشتغل من أي مكان في العالم، يعني إن إمكانية إن أنت تشتغل ريموت ده يكون موجود، ومش بتحتاج شهادات كتيرة، أو مش بتحتاج، خليني أكون أدق، يعني مش بتحتاج وقت اللي أنت تدرس فيه كتير. فأنا سامعة ناس كده من بعيد بتقولك إيه ده، يلا بينا برمجة بقى أو AI أو محاسبة. كل ده كلام حلو وجميل، ومجالات طبعا محترمة ومجالات تقدر. ولكن في مجال تاني الناس بتفكر يا اما حاجتين، ان هو صعب قوي وكومبليكيتد بقى وتولز ومذاكره طول الوقت وكده، او ناس بتفكر ان هو دي حاجه سهله جدا اللي انا اقدر اعملها واستسهله وبتاع، اللي هو التسويق. التسويق على فكره هو بالنسبه لناس كتير هو مجال الاحلام، بس في ناس كتير بتفكر ان هو مفهوش تحديات، مفهوش سلبيات. فحلقة النهاردة أنا هديلك الصورة كاملة، هقولك الإيجابيات إيه، التشالنجز أو التحديات الموجودة في مجال التسويق. هل المجال ده هيناسبك ولا مش هيناسبك؟ تقدر بقى ساعتها تفكر في أي شغل تاني أو في أي مجال تاني، زي ما أنا قلت لك في الأول، في الاي اي بقى، في البرمجة، في محاسبة، في مجالات كتير. فخلينا كده في حلقة النهاردة نستعرض هل التسويق ده شغلانة كويسة، وهل هي شغلانة تناسبك. قبل ما اكلمك على رايي الشخصي، خليني اقول لك الارقام الحقيقيه، وخليني اقول لك الاستاتستكس او الاحصائيات الخاصه بمجال التسويق. فمثلا يعني لو جينا حته الاعلانات الرقميه، انفاقها السنه دي بس وصل لحوالي تريليون دولار. ايوه حضرتك سمعت صح، تريليون دولار مش مليار دولار. وده معناه ان في شركات كتير حول العالم بتصرف فلوس ضخمه جدا على التسويق. وطبعا ما دام انت بتصرف في حاجه، يعني في قطاع كبير، فانت اكيد محتاج ناس تشتغل فيه. فهيئة العمل الأمريكية بقى بتتوقع أن وظائف التسويق الرقمي هتكبر بحوالي 6% لحد سنة 2032. وفي وظائف في أبحاث السوق والمتخصصين في التسويق كمان، هم هيئة العمل الأمريكية بتتوقع أن هي هتنمو بشكل كبير جدا. وفي 2025 لوحدها انتشر في أمريكا أكتر من 376 ألف وظيفة تسويق. أنت شايف الرقم ده في مجال واحد. فطبعا ده الأرقام اللي أنا عرضتها لك دي بتوضح إن هو مجال كبير جدا واسع جدا، عليه طلب على مستوى العالم بشكل كبير. طيب أنا اتكلمت على الجزء اللي فيه أرقام واللي دمه تقيل كده، وفيه statistics إحصائيات وحاجات كده. طيب الناس اللي مش بتحب الارقام بقى، وبعيدا عن الارقام والاسباب بقى اللي خلتني فعلا اقول لك ان التسويق ده مجال مميز عن غيره. وانا هقول لك كمان عن تجربتي الشخصيه في حته الماركتينج. يعني كنت شغاله في حاجه وبعدين حصل لي شيفت كارير لحاجه تانية خالص، بس انا كنت قريبه قوي. يعني انا كنت شغاله في البيزنس ديفلوبمنت وبعدين حولت للتسويق. ليه بقى؟ لاني حسيت ان التسويق ده مجال ملوش سقف، ملوش حدود. ممكن اصلا تبتدي اللي انت تدرس جنب شغلك العادي، يعني هتلاقي في كورسز، يعني حدث ولا حرج، سواء حاجات فري او حاجات بيد موجودة تقدر تinvest فيها. طبعا لو انت ما بنصحش اي حد ان هو يدفع لكورس غير لما يعرف المحتوى اللي فيه كويس جدا، غير لما يشوف فعلا الفيدباك كمان او الاراء والتقييمات بتاعت الناس اللي خدوا الكورس ده. يعني ما تروحش تدفع فلوس غير لما تعمل كده. ولو انت يعني امكانياتك محدودة ولسه بتبتدي وعايز تتعلم واحدة واحدة، شوف الحاجات المجانية، الكورسات المجانية برضو متاحة وحدث ولا حرج. ولكن لازم برضو تتأكد من السورس او المصادر اللي بيتقال منها المحتوى المجاني. يعني ما تنفعش تاخد اي كلام كده وخلاص وتروح تطبقه غير لما تبقى بتراجع ورا اللي بيدي الكورس ده، خاصة لو كان المحتوى مجاني ومتاح للجميع. فهتلاقي ان التسويق زي ما انا قلت لك مجال كبير جدا. انت ممكن تكون بتشتغل محاسب مثلا وبتتعلم تسويق ان بارلل او بالتوازي مع شغلك، ان انت الصبح بتروح الشغل عادي، بالليل بتخصص ساعة ساعتين ثلاثة على حسب بقى الوقت المتاح معاك، وتبتدي تدرس. على فكرة في حاجات كمان تبع البلاتفورم نفسها، يعني في حاجات تبع الجوجل بتدي اي كوميرس وديجيتال ماركتنج، في حاجات تبع الميتا بتعمل فيها الديتا ساينس او الديتا اناليسز،
وفي حاجات كتير بقى تبع مايكروسوفت اتش بي، يعني السورسز كتيره جدا اللي انت تاخد منها المعلومات وحاجات اهو زي ما انا قلت لك لشركات عالميه. تقدر كمان اللي انت تاخد منها شهاده تقدر تشتغل بيها. فالتسويق مش مهنه صعبه التعلم، ولكن هي محتاجه ان انت تبتدي فيها بعلم. مش اللي انت تبتدي اصل انا هكتب محتوى، اصل انا همسك سوشيال ميديا وانا مش عارف اي حاجه في حاجه. فده طبعا ما ينفعش، بيطلع حتى بعد كده الكواليتي بتاعت شغلك ما بتبقاش كويسه. ما بتقدرش ان انت حتى لو معاك عميل وعرفت تحصل على عميل ان انت تحافظ عليه، اللي انت يعمل لك ترشيح لشغل تاني، ودي حاجة مهمة جدا. فاللي أنا عايزة أقوله لك إن التسويق مجال تقدر تشتغل بيه يعني بكل سهولة ومن أي مكان كمان. يعني أنت ممكن تشتغل أصلا في التسويق وأنت في مصر، تشتغل لدول الخليج، تشتغل لدول أوروبا. يمكن أنا اتكلمت على الدخل بالدولار والدخل السلبي سواء على البودكاست أو على القناة بتاعتي هند مراد، تقدروا ترجعوا للحلقات دي. ولكن اللي أنا بقول لك إن السوق قدامك مفتوح كتير جدا وكبير جدا، هتلاقي شغل متوفر، ولكن لازم يبقى عندك التالنتس او لازم يبقى عندك السكيلز بتأهلك ان انت تشتغل في مجال التسويق. حاجة جميلة جدا جدا أنا اتعلمتها من التسويق. يمكن أنا كنت شخص انطوائي قبل ما أشتغل أصلا، يعني بس كان طبيعتي كده إن أنا حد متربية في بيئة مقفولة شوية، مش بحب الناس كتير، بختلط بيكي قوي في الناس اللي بختارهم أتعامل معاهم. لازم يكون حد شوية، يعني أنا بميل للمثالية ولكن الكمال لله وحده. ولكن أنا بحب كده صفات في أصدقائي وصفات في الناس اللي حواليا تكون فيها كده زي ما بيقولوا بالورقه والقلم. ما بلاقيش ده كتير، فبحب ان انا بتلاقي ان انا معظم الوقت بقضيه مع نفسي اكتر ما بقضيه مع اصحابي. عندي صحاب وعندي حياه، ولكن انا كنت شخصيه شويه اميل الى الانطوائيه. يعني حتى مع اصحابي تلاقيني قاعده ساكته شويه، او اللي احنا بنتكلم في حاجات كده، او انا المواضيع اللي انا بحب اتكلم فيها حاجات بروفيشنال شويه، ممكن حد يزهق مني قاعد معايا، مش مواضيع تافهه احب افتحها. فتحس ان انا ايه، كنت شويه قبل التسويق كده يعني شخصيه مغلقه شويه. لكن لما درست التسويق حسيت ان انا بقيت كمان افهم الناس اكتر. يعني انا بقيت بركز كده على الناس في سلوكها، ازاي بتتعامل مع مثلا لو انا كنت اخده براند ورد مثلا بشتغل عليه، فاشوف ازاي الناس بتتعامل مع البراند ده، بتقدمه امتى الورد ده، امتى حد ممكن يختاره. بحط نفسي دايما مكان العميل، اسال الناس المحيطه بيا، بقيت اكتر تفاعلا مع الناس على وبيفتح معايا مواضيع كتير، وباخد افكار حتى من عادات ان هي ممكن تكون عادات سوشيال يعني في السوشيال لايف عادي، ولكن هو بيفتح عيني ويخليني ان انا اندمج في المجتمع، بقدر افهم بيه الناس. فحسيت قوي لما دخلت التسويق ان هي مش بس محتاج مهارة مهنية، انما محتاج مهارة حياتية. يعني لما انت بتيجي تتعلم مثلا ان دوافع الناس ان هي تشتري المنتج بتاعك، ليه بتقرر مثلا ان هي تشتريه، ليه بتثق فيك انت بالذات، فانت بقيت بتفهم الدوافع نفسية ودوافع سلوكية بتخلي الناس تشتري المنتج بتاعك. على اساسها بقى بتعمل خطه تسويقيه كامله، بتحط خطه محتوى. فانت لو انت بتدرس سلوك العميل وايه الدوافع النفسيه اللي بتخليه يشتري وبتخليه يكمل عمليه الشراء، فبتحس ان التسويق كمان هو علم اجتماعي، علم سلوكي، علم نفسي، فبيخليك تتفتح على جوانب كتير. وفعلا اللي بيشتغل في التسويق بباشن وبحب بتفرق كتير حتى في جوده حياته. بتحس ان انت بتعمل نتورك كده وبيخليك منفتح على عالم. انت لو انت حتى شخص زي ما انا قلت لك، انا كنت حد انطوائي جدا، ده غصب عنك بقى انت جاي بتتعامل مثلا. يعني انا من موقعي كمدير تسويق، فكان لازم ان انا مثلا اجهز مواقع للاعلان، هيتصور حاجات خارجيه، اتعامل مع وكالات اعلانيه علشان احط بيل بوردز. فابتدت يبقى عندي نتورك، وابتدت ان انا بفهم حاجات انا ما كنتش بعرف عليها. لو انا مثلا عايزه اعمل اعلان فيديو، فازاي اجهز السكريبت، وازاي في مده قصيره جدا بقى قبل ما يطلع الاي اي، واللي انت بس بتديله برومبت ويطلع لك سكريبت كامل متكامل. فكنت بقعد احط نفسي مكان العميل، انا احب اسمع ايه. لو انا مثلا بسوق لجامعه وعايز اعمل اعلان راديو، فحط نفسي مكان الطالب او ولي الامر، هو محتاج يسمع ايه، محتاج يفهم ايه من الرساله الاعلانيه اللي انا هطلعها له للجامعه.
فكنت باحب أدرس الجوانب النفسية دي كتير جدًا. فهتحس وأنت بتدرس التسويق، لو أنت فعلًا بتدرسه صح، ولو أنت حد بيدرسه لك صح، اللي أنت بتحب الconcept، بتحب تعمل الtask، مش بتعملها عشان لازم تعملها والّا شغل دمه تقيل والّا كده، لأ التسويق فيه creativity وفيه كده إبداع وفيه طاقة وفيه teamwork مش هتلاقيها يعني في شغلات تانية كتير. يعني معظم الشغل في التسويق مع كل إدارة التسويق، سواء بقى حد social media، حد مودريشن، حد جرافيك ديزاينر، هتلاقي ان هم مثلا بيعملوا برين ستورم، بيتجمعوا كلهم، مفيش حته الغل، لا، لان انت لو فشلت في حته مثلا ان انت تعملي كونتنت حلو، انا مش هعمل لك ديزاين حلو، انا مش هرد على العميل حلو. فهي بتبقى سيركل كده، كل دايره في التيم احنا ناس بنكمل بعض. فعلشان كده بقول لك ان التسويق لما تيجي تدخله لازم يبقى عندك باشن، يبقى عندك شغف وحابب الشغل، حابب التعامل فيه. وصدقني اللي بينجح في التسويق بحس ان هو بينجح كمان في. ومن الحاجة الجميلة في التسويق ان هو مش تخصص واحد، مش حاجة واحدة انت بتدرسها وخلاص، لا ده ليه فروع كتير، وهي امبريلا كبيرة تحتها حاجات كتيرة جدا جدا يعني. وليها يعني بتعتمد على كمان مهارات عندك انت. يعني انت لو حد اجتماعي قوي مثلا وبتحب الكوميونيكيشنز وبتحب تتواصل مع الناس مش عارفة إيه، انت ممكن تبقى حد كأنك خدمة عملاء في شكل مودريشن، او في شكل اللي هو الناس اللي بترد على الصفحات اللي هي بتتواصل مع الكاستمرز دايركتلي من خلال بقى الشاتس، او من خلال الواتساب، الشاتس الموجوده طبعا في اي بلاتفورمز، على الانستجرام، على اللينكد ان، على الفيسبوك، كل ده. فلو شغلك بقى انت بتحب الناس، فده جزء المودريشن ده هيبقى متوافق معاك. في ناس بتحب تكتب جدا، فحته التسويق بالمحتوى والكتابه دي برضو هتبقى متناسبة معاها جدا. في ناس اصلا بتحب بقى الارقام، وتحب تحلل، وتحب الستاتستكس، وتحب الحاجات دي، وتطلع من الارقام معلومات تقدر تفيد البيزنس. فده في التسويق بالبيانات والتحليل. يعني في ناس اصلا شركات قايمة على الكامبينز ويبتدي بقى يعمل اي بي تيست، ويشوف ايه اللي نجح وايه اللي ما نجحش، ويطلع طب انا ممكن اظبط ايه جوه الكامبين علشان تبتدي تطلع. الناس دي بتبقى مهمة جدا للشركات، خاصة اللي حاطة بادجت كبير على موضوع الإعلانات. في ناس تانية كمان بتحب تعمل الماركتنج اوتوميشن، او اللي هي بنسميها يعني بالعربي اتمته التسويق. وده بقى ترند بقى، وحاجه هتبوم يعني وطالعه، بس ده تخصص كبير جدا يعني. فالشركات دلوقتي مثلا بتستخدم ادوات زي ميل شامب، زي هاب سبوت، عشان تعمل كامبينز بتشتغل اوتوماتيك، فبتحتاج ناس تشتغل عليها. في طبعا السوشيال ميديا بقى، مش بس بقى ان انت تعمل بوست وحاجات كده، لا انت ممكن تعمل استراتيجية كاملة بتقدر تفهم من خلالها، او تحدد من خلالها الجمهور المستهدف، ازاي بتشتغل بمنهجية معينة عشان تقدر تجذب الجمهور المستهدف ده ان هو يتفاعل معاك. مش انت تعمل بوست وكلام كده وتقول خلاص بقى انت كده ماسك السوشيال ميديا، لا دي بتبقى لازم تحط فيها استراتيجي تبقى ماشي عليها، وازاي تعدل الاستراتيجي بما يتوافق مع التارجت اودينس. فده علم كبير برضو. في كمان جزء في التسويق بقى طبعا برضو تريندي قوي، اللي هو الاي اي، او التسويق بالذكاء الاصطناعي. وده برضو موجة جديدة جدا، والناس ازاي اللي عارفة تستخدم الادوات دي، سواء في كتابة المحتوى، حتى بيستخدموها في جزء من تحليل البيانات، في الديزايننج، في حاجات كتير ممكن تعملها بالاي اي. طبعا هو في حاجات كتير وتخصصات كتير في الماركتينج، اللي من ضمنها الديجيتال ماركتينج، اللي هو تحته حاجات كتير جدا زي الايميل ماركتينج، ان ازاي اللي انت تسوق لنفسك باستخدام حملات الايميلات. تقدر تصمم اعلانات او حملات اعلانيه بالايميل وتبعتها لجمهورك المستهدف. ازاي ان انت تعمل اس اي او، سيرش انجن اوبتمايزيشن، تعمل حاجات تكنيكال على الويب سايت بتاعتك، ونون تكنيكال يعني كمان، زي حتى بالمحتوى اللي انت تقدر تطلع في نتائج البحث على الجوجل. فدي تخصصات موجودة تحت الديجيتال ماركتنج، اللي هو تحت الامبريلا التسويق اللي هي الكبيرة. ففي حاجات وتخصصات كتيرة جدا، بس انت لازم يكون عندك حب وشغف، وانت عارف كمان انت من جواك انت متميز في ايه. يعني في ناس بتقول لك انا دلوقتي هروح اشتغل في التسويق
التسويق، فانا هبقى كونتنت كريتور ولا انا هسوق بالمحتوى وانا كاتب محتوى. تيجي رايحه للاي اي عامله اي حاجه في اي حاجه ويطلع لها الاي اي تاخده كوبي بيست، وبعدين تبقى حاطه ايدها جنب على خدها ومش لاقيه ان في تفاعل على الشغل بتاعها، لان هي مش كده. المفروض ان انت بتستخدم الاي اي ليه يساعدك، مش اللي هو ياخد مكانك، مش اللي انت تلغي بيه مخك. فلازم تبقى عارف كويس وانت جاي تبتدي في التسويق هو انا بحب ايه، وما استسهلش ان انا اروح لتولز غير لما انا ببقى عارف الروتس او عارف جذور الشغلانه، انا عارف الشغله دي فعلا بتتعمل ايه بايدي بفكري بمخي، وبعدين ابتدي استخدم الاي اي واوظفه هو اللي يبقى شغال عندي، هو اللي يبقى محتاج مني معلومات ان انا بعمل له فيدنج او اعمل له تغذيه معلوماتيه عشان يطلع لي النتيجه الصح، مش اللي انا اخده كده وكانه كلامه مصدق 100% واخده ان في غلطات املائيه ساعات بتطلع منه، في مش عارفه كلام ممكن ما يبقاش صح، انت مديله انبوت غلط فهو هيطلع لك ريزولتس مش صح. فلازم انت تتاكد اللي انت عارف تعمل الشغله كبني ادم في الاول، وبعد كده بقى تبتدي تخش على الاي اي وتبتدي تتعلمه وتبتدي تستغله في حته التسويق. انما ما تلغيش دورك وما تلغيش نفسك وتستسهل واقول وادرس ليه واتعب دماغي ليه واعرف السيكونس بتاعت مثلا اللي انا اعمل استراتيجي ليه وبتاع، وهي كده ولا كده ايه انا هشتغل بالاي اي، او الشركه بتنفست في سوفت وير معين فانا خلاص ايه هستخدمه وخلاص. لا، لازم انا ابقى عارف الاول التخصص بتاعي ده بيعمل ايه، انا درسه كويس، وبعدين هستخدم بقى واطور من الشغلانه بتاعتي ازاي بالاي اي تول، بس مش هعتمد عليها يعني 100%، لا انا ممكن اعتمد عليها مثلا 80% وانا احط ال 20% يبقى هيومن تاتش. يعني انا لو انا بكتب محتوى، وساعات كتير كمان انا بكتب محتوى وبعدين استخدم اي اي الاقي هو ليه يعني في كلام اصلا مش مدرج ومش متركب كده على بعضه، فاجي اقول لا لازم احط التاتش بتاعتي، لازم انا اصلح له ولازم اعدل عليه، وبلاقي فعلا الريزولتس اختلفت تماما لما انا احط الهيومن تاتش بتاعتي، بيبقى شكل الكلام مكتوب بني ادم مش مكتوب ببوت. هو لسه خلي بالكم برضو احنا هو دلوقتي 2026 بس لسه الاي اي بيتعلم مننا، فالمفروض ان هو يتعلم انا اديله انبوت صح، انا عايز حاجه صح. يعني مثلا عايز اعمل استراتيجيه تسويقيه، الاقي ناس ايه اعمل لي استراتيجيه تسويقيه وخلاص كده، فهو بيديله تبس كده مش فاهم حاجه. لكن انا قلت له بقى الجمهور المستهدف كده، احنا المكان الجغرافي كده، الباير بيرسونا عامله كده، فانا لازم ابقى فاهم عشان اعرف ادخل له حاجه يطلع لي بيها حاجه اكيوريت او حاجه مظبوطه. وعشان ما اطولش عليك ويعني اكل لك دماغك بحته ان التسويق وحب التسويق والباشن والكلام ده كله، انا هقول لك امتى التسويق ده هيناسبك وامتى مش هيناسبك. فمن اول حاجات اللي بتبين لك ان التسويق ده مهنه بتناسبك، اول حاجه اللي انت زي ما انا قلت لك هي مهنه انت بتعرف بيها سلوك الناس، يعني هو ليه ده اشترى المنتج ده في الوقت ده، هو ليه مثلا اشترى من على الويب سايت ما راحش الستور، هو ليه مثلا اللون الازرق هو اللي بقى احسن في الاعلان من اللون الاخضر مثلا يعني. فانت لازم تبقى بتفهم الناس وبتسال جوه نفسك هو الناس بتعمل كده ليه. فلو الفضول ده جواك فدي علامه كويسه جدا انت فعلا التسويق مهنه هتناسبك. كمان من الحاجات اللي انت بتبين لك ان التسويق هيناسبك ان انت شخص تبقى بتحب الابداع. يعني احنا دايما نقول اوت اوف ذا بوكس، لكن لا على فكره انا مش بقتنع بالكلمه دي، ويمكن على طول في خلاف مع اي حد بمسك له الشغل يقول لي انا عايز فكره اوت اوف ذا بوكس. على فكره ممكن حاجات ان بوكس يعني، وناس كتير يعني حتى كتب اتعملت على الموضوع ده، ان ممكن حاجات كده موجوده واحنا مش مستغلينها صح، فنطلع الاول الانبوكس اللي موجود في الانبوكس ونستغله صح ونظهره للناس، وبعد كده نخرج اوت اوف ذا بوكس. يعني ده الكونسبت اللي انا بحب امشي بيه. يعني في حاجات انا الناس مش عارفاها، يعني مثلا في ناس بتقعد تتكلم في العموم على ان منافع المنتج، لكن في حاجات لو هم ركزوا عليها في المنتج نفسه هتلاقي ان العميل بيهتم وبيشتري اكتر من الحاجات دي. فانا بقول لك ان انت حتى لو حاجات انبوكس بس انت بتحب تظهرها بطريقه ابداعيه، بتتكلم عن فكره عندك بطريقه ما حدش اتكلم عليها قبل كده، فلو عندك الابداع ده يبقى التسويق مهنه بتناسبك جدا صدقني. في كمان حاجه مهمه جدا ان بتبين لك ان التسويق ده هيناسبك، لو بتحب وعندك باشن اللي انت تتعلم
تولز جديده. انت عارفين ان اللي انا قلت لكم في اول الحلقه ان التسويق مهنه، يعني من الحاجات التحديات اللي موجوده فيها هي مهنه متغيره جدا. يعني انت مثلا بتصحى، طبعا اللي شغالين في التسويق عارفين الكلام اللي انا بقوله ده، بس انت بتبقى نايم كده وفي حالك، بتصحى تاني يوم تلاقي البلاتفورم من جوه، وخاصه الناس اللي بيعملوا اعلانات هيفهموا انا بقول ايه. بس بتصحى كده تلاقي الفيسبوك من جوه وانت جاي تعمل اعلان، البلاتفورم اليمين شمال والشمال يمين، والدنيا متلخبطه جدا غير اللي انت كنت بتعمله امبارح. فانت الحاجه متغيره. التولز حتى نفسها بقى بيدخلوا فيها الاي اي سيكشنز، اللي انت تعمل مش عارفه ادفانتج بلس اودينس مش عارفه ايه. فبتلاقي ان كل يوم بقى الحاجه متغيره. فلو مش بكوب، مش هتعلم التولز، مش هتابع اخبار البلاتفورمز، مش هعرف اجيب المعلومه، مش هعرف اتعلم ادوات جديده، يبقى لا، التسويق ده مهنه مش هتناسبني خالص. اخر حاجه بقى، لو يعني بتوضح ان التسويق فعلا مهنه بتناسبك جدا، لازم تبقى اول حاجه يعني أنا بشوفها دي حاجه مهمه جدا، ان انت يبقى عندك صبر فعلا. لان التسويق مش انت بتعمل مثلا كامبين تاني يوم بتصحى من النوم الصبح بتلاقي الكامبين دي بتبوم والناس كلها بتشتري البرودكتس بتاعتك وحاجات كده. انت ممكن تقعد شهور، طبعا هي مده طويله، بس انت ممكن تقعد تشتغل على كامبينز وقت طويل لحد ما تاخد الريزلتس اللي انت عايزها، لحد ما تجو فايرل. يعني واحنا بنقول ايه، بتنتشر انتشار فيروسي والناس كلها بتبقى عارفاك. فمش بتيجي كده باي لك، لا، دي ناس بتقعد تعمل اي بي تيستنج، وتقعد في تراي اند ايرور، وتقعد تجرب وتقعد تفشل عده مرات وبعد كده. فلو انت بتزهق، ولو انت ما عندكش الصبر وفاكر ان انت مثلا هتكتب كونتنت فهو هيبقى احسن كونتنت في الوجود وهيجيب لي عملاء كتير والناس هتقعد كلها تسقف لي واقعد انام عليه شهرين ثلاثه، فلا، المهنه دي مش مناسبه خالص خالص. لازم يبقى عندك صبر، ولازم تعرف ان التسويق بيجي بتعب. يعني بيجي باللي انت تفضل تشتغل وتحسن، يعني تفضل تشتغل وتعمل اوبتمايزيشن لحد ما توصل للنتيجه اللي انت محتاجها. وزي ما قلت لك الحاجات اللي تاكد لك ان التسويق ده مهنه تناسبك، اقول لك بقى الحاجات اللي انت لو فيك شويه الحاجات دول، يبقى التسويق ابعد عنه خالص وما تجيش جنبه، وده مش المجال بتاعك اصلا. وانت اول حاجه بتدور على مجال فيه وظيفه واضحه. يعني انا بصحى من النوم الصبح مثلا موظف حكومه، انا رايح الساعه 9 هخلص شغلي الساعه 2 هروح اتغدى جايب البطيخه وانا رايح البيت. الكلام ده لا، مش في التسويق خالص خالص. يعني مش حكايه اللي هو وقت الشغل او حكايه كده، لكن هو اصلا الوظيفه نفسها، الجوب ديسكريبشن بتاعتها ممكن تتغير. يعني زي ما انا بقول لك كده، انت بتنام بتصحى بتلاقي البلاتفورم نفسه متغير. فانت ممكن ان انت في شركه مثلا سمول ميديوم بزنسز، احنا بنتكلم على الاس ام ايز، الشركات اللي هي الصغيره للشركات المتوسطه ما عندهاش تخصصات قوي يعني. فممكن مثلا ان انت تبقى شغال في السوشيال ميديا. من جوه السوشيال ميديا مش بس ان انت بتعمل استراتيجي، انت ممكن تكون بتعمل كونتنت، وممكن كمان تبقى جواها انت شغال مودريتور. فلو انت مش هتقدر تعمل الحاجات دي، او حاسس ان لا ده عبء عليك، ان انا حاسس ان انا لا، انا وظيفه محدده وثابته بملامح واضحه، لا، فالتسويق مش هيناسبك خالص. لان كل شويه ممكن في الشغل نفسه بيحصل حاجه، فاللي بتتطلب ان انت حجم شغلك بيزيد، او ممكن حتى على فكره بيقل. بس لو انت جاي تستخدم الاي اي تول، فممكن تلاقي انه ساعات الشغل بتاعتك بتقل من كده. بس لازم تبقى بتعرف تستخدم التولز اللي هتخلي تنجز وقت شغلك. فلو انت بقى مش من النوع اللي هو بيحب يتعلم، مش من النوع اللي هو فيه عايز جوب ديسكريبشن واضحه، اروح البيت الساعه 2 اشتري البطيخه، اروح اقيل شويه انزل بعد كده مع اصحابي، لا، الكلام ده ايه، انساه خالص في التسويق. يبقى ده التسويق مش المهنه المناسبه ليك. وتاني حاجه بقى، اللي لو انت كمان عايز نتائج فوريه وثابته من اول يوم، زي ما انا قلت لك، انت ممكن تعمل كونتنت، الكونتنت ده انت ممكن بعدين يعني مرتين ثلاثه هيطلع احسن من اول مره. فلو انت مش صابر على اول مره وحاسس ان انت لا، انا تعبت في اول حاجه وانا بكتب ومش عارفه ايه، ومحدش عمل لي لايك ومحدش عمل فولو، ولازم اعمل اعلانات مدفوعه عشان كده انا بضيع وقتي، لا، الكلام ده مش صح على فكره. يعني في ناس بتعمل اعلانات مدفوعه ما بتعملش ريتش كتير،
وزي ما قلت لك ان ممكن ناس اصلا بتلاقيها بتكتب محتوى احنا بنسميه في التسويق محتوى اورجانيك، او محتوى يعني مش اعلان، مش دافعين فيه حاجه، وبيجو فايرال اكتر من ناس بتعمل اعلان مدفوع، المحتوى بتاعها بتبقى مدفوع. فلو انت عايز نتائج فوريه بقى، ولازم ان انا تروح للشركه مثلا، يجي حد يديك الفيدباك يقول لك لا انت محتاج تعمل اوبتمايزيشن في الحته دي وتحسن من نفسك في كتابه ده، فانت مش، لو مش متقبل ده وحاسس ان انت عملت احسن حاجه ومش عايز تطور من نفسك، يبقى التسويق مش شغله تناسبك. في حاجه ثالثه، اللي انت اصلا لو حاسس ان الابداع عندك او الروح الابداعيه عندك مش احسن حاجه، يعني واحد انت تقليدي او شخص بتفكر بصوره تقليديه، ان انا مثلا جاي عامل برين ستورم وانت قاعد مثلا مع جرافيك ديزاينر، هو بيقول فكره من الخيال وانت بتجيبه على الارض جامد قوي ومش طايل معاه، فانا حاسه برضو دي مش هتبقى حاجه كويسه، لان انت بتحبط التيم اللي معاك كله. فلو انت بقى من النوع المحبط ده، النوع اللي هو ما عندوش افكار، مش مخه مش بيجيب فكره معينه، مش بيوديه لحته ابداعيه معينه، فاهرب برضو من مجال التسويق، لان التسويق طول الوقت عايز افكار على طول. حتى زي ما انا قلت لك، مش لازم تبقى افكار اوت اوف ذا بوكس، يعني ممكن تبقى افكار بين الارض والسماء، يعني مش طايره قوي، بس افكار بتخلي منظور الحاجه بشكل مختلف، بتنقل الناس لحته تانية. يعني انت اصلا بتعمل التسويق عشان تحسس العميل ان انت بتقدم قيمه، والقيمه دي بتديله جوده في حياته. فلو هو ما حسش بكده، او لو انت ما عندكش فكره اللي هي تعمل كده او توصل للعميل كده، فمن الاحسن دور على شغلانه تانية غير التسويق. ففي الاخر كده اللي عايزه اقوله لك ان التسويق هو مجال حي، هو مجال مطلوب جدا، مجال فيه فرص حقيقيه زي ما انا عرضت لك بالارقام وقلت لك بالستاتستكس ازاي ان هو فعلا opportunities فيه كويسه جدا، في تشالنجز حقيقيه، وهي مش جنه ونار. بس هو زي اي مجال تاني، يعني انت لو دخلته بوعي اتعلمته بجد، طورت من نفسك باستمرار، بجد هيفتح لك ابواب رزق كتير. وانا قلت لك الكلام ده مش من كتاب، يعني انا قلته لك من 15 سنة تجربة انا عشتها في مجال التسويق. اتعاملت مع اسواق مختلفة، مش بس في مصر، اتعاملت مع حتى كواليتي اوف كلاينتس، او جودة عملاء مختلفين يعني، وكمان في مجالات مختلفة، يعني ما بين تعليم بقى، ما بين حاجات كوزماتكس، ما بين حاجات ميديكال، ما بين حاجات اندستريال. فاللي انا بقوله لك من واقع تجربة. اتمنى من الحلقة اللي انت تكون شفت التسويق بمنظور مختلف، يعني سواء اللي انت حبيته او عرفت ان هو مش مناسب ليك، اتمنى ان انا اكون اضفت اليك حاجة تخليك فعلا تحس ان التسويق يا اما هو مجالك او هو مش مجالك. ويا ريت تشارك الحلقة مع حد مهتم ان هو يدخل مجال التسويق، عشان يعرف فعلا هل مجال التسويق قبل بقى ما يبتدي ويتعب ويذاكر ويروح ويجي وكورسز وحاجات، هل هو فعلا مناسب ليه او هو فعلا مش مناسب ليه. وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس وتعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. وأشوفكم في الحلقة الجاية من بودكاست خطوة وأثر مع هند مراد.